هاني هوبلا. ربيع خالد Jamal, écoutez-nous maintenant. اوكي بالتليفون. لا دير واتساب. إذا بالإجراء لإعادة فتح الحدود المغربية الجزائرية ودعم الشعب الليبي 13 فبراير 2017. نحن المواطنات والمواطنون المغاربيون المجتمعون على طرفي الحدود بالجراف بين المغرب والجزائر يوم 13 فبراير 2017 نرفع نداء إلى الشعب المغاربي والمجتمع الدولي والسلطات المختصة من أجل فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب. وفي هذا الصدد ندعوكم إلى توقيع هذه العريضة. السياق: الحدود الجزائرية المغربية تعيش لحد الساعة أطول فترة غلق لحدود برية في العالم، وذلك منذ 1994. وقد تسبب هذا الوضع في نتائج كارثية والتي تتمثل في التفرقة بين عدد هائل من الأسر المغربية الجزائرية وفي مآس إنسانية لا حصر لها. ونذكر بهذه المناسبة بأن الفضاء الشمال الإفريقي يعاني للأسف من وضعيات مماثلة متعددة كلفت الشعوب غاليا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية. العريضة المواطنة لفتح الحدود نطالب بفتح الفوري واللا مشروط للحدود البرية بين المغرب والجزائر. ندين بناء الحواجز المادية والرمزية بين البلدان المغاربية ومواطنيها، لا سيما مشاريع بناء الجدران والخنادق التي في طور الإنجاز أو المخطط لها. نطالب بإلغاء الحدود القائمة وبناء الوحدة المغاربية. نطالب بتعاون فعال وحقيقي بين البلدان المغاربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. ندين السباق المتسارع نحو التسلح والتنافس الهدام والمتزايد بين الدول المغاربية. دعم الشعب الليبي. في هذا السياق نعرب عن تضامننا التام مع الشعب الليبي في محنته الحالية، وندعو المواطنين الليبيين إلى التوافق والوحدة ضد التدخل الخارجي والانقسامات الداخلية من أجل المصلحة العليا لليبيا. ونعرب للشعب الليبي عن دعمنا الفعلي من أجل الحلول الفعالة للأزمة الحالية. ونطالب الدول المغاربية التعاون وبذل كل الجهود الكفيلة لضمان استقرار ليبيا واستعادة موقعها الكامل داخل الاتحاد المغاربي.
إن مبادرة الاتحاد الشباب الأورو مغاربي جاءت تتمة للمبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن مغاربيون. هاشتاج نحن مغاربيون. شكرا سي وليد، شكرا لك.